الاهلي يظهر بشخصيه ضعيفه ويخسر امام الترجي بهدف نظيف في مباراه كارثيه على المستوى التحكيمي. الحكم بيحسب ضربه جزاء، شايفها من وجهه نظري ضربه جزاء كارثيه. كره واضح جدا انها في كتف محمد هاني، وكمان هي غير متعمده في رايي انها ما فيهاش اي حاجه، وضربه جزاء غير صحيحه بالمره. الحكم احتسبها النهارده. كمان واضح جدا التعنت من الحكم من بدايه المباراه. الكره الاولى لقطه شد الراجل لاعب الترجي، شد زيزو من القميص وما حسبش اي حاجه، فاول بدون اي انذار رغم اعتراض لعيبه النادي الاهلي. بعدها على طول اول لقطه اول اعتراض او اول التحام من محمد هاني بياخد انذار بطريقه واضح ان فيها تعنت وغريب طول المباراه، شكله غريب مع لعيبه الاهلي، في تعنت غير صحيح، مش عارف ايه بصراحه. كمان جهاز النادي الاهلي ضعيف الشخصيه بالمره، ملوش اي لازمه على الخط ولا واحد النهارده كان في يعني اي اعتراض او اي حاجه خالص. كلهم سيئين جدا، كلهم بلا شخصيه، من اول رئيس النادي اللي دمر صراحه النادي الاهلي تماما بلا اي شخصيه. اللي عن الجمهور حدف اساستين في مباراه الجيش الملكي، ايقاف الجمهور وغرامه قدرها كام، وما فيش اي شخصيه رغم ان ده ما فيش موجود في اللائحه. ما فيش لائحه بتقول انك هتقف جمهورك، ومع ذلك انت ما اعترضتش وما قدمتش شكوى في الجيش الملكي وما فيش اي حاجه. والنهارده الجهاز بتاعك طبعا يستروب ده راجل يعني اعتقد انه لازم يمشي يا جماعه ايا كانت النتيجه. والله لو هياخد الدوري افريقيا. الاهلي بيظهر بشكل كارثي. المباراه دي خلص 3-0 مرتاح النادي الاهلي. مباراه ذكرتنا بمباراه كولر اللي كسبها 3-0 في رادس في نفس الملعب، تقريبا الترجي بنفس المستوى. كان الاهلي يقدر يكسب النهارده 3 لو معاه مدرب محترم، مدرب عارف كويس قوي يعني ايه النادي الاهلي. لكن المدرب ده واضح ان هو شخصيه سيئه جدا، راجل تقريبا بيغضب القليل وده مش موجود في الاهلي. الاهلي معروف مدرب لازم يضغط كويس، لازم بيهاجم، بيبقى عنده شخصيه. الراجل بلا شخصيه تماما. اسوأ لاعب النهارده طبعا محمد هاني، كارثه كارثه طول عمره كارثه. محمد هاني من اسوأ الباكات رايت في مصر، وطبعا لان ما فيش حد يعني كويس في مصر فاحنا بنقول ان محمد هاني كويس، لكن ما فيش حد يا جماعه. لكن محمد هاني وحش جدا طبعا. بصراحه المباراه ما فيهاش حاجه تتقال يعني. كل اللعيبه زي الزفت، كل اللعيبه زي الزفت، كله سيء جدا باستثناء شوبير. يعني شوبير انقذ هدفين فيشكر بصراحه النهارده. شوبير طبعا حارس مصر الاول بلا منازع، لكن غير كده يا جماعه كله سيء. حسين الشحات سايبوا لي الدقيقه 90، ما اعرفش بيعمل ايه بره على الدكه، بيشمسه ولا ايه ما اعرفش. طبعا بن شرقي يمكن كان احسن الوحشين. امام طبعا كارثه. امام يا جماعه بقى فبيدور على العقود، واعتقد ان حان الوقت لرحيل امام عاشور. زيزو طبعا من يوم ما جه ملوش اي لازمه في الفريق. تريزيجيه بيحنكش بره، هو عليه بس ضربات الراس، لكن غير كده هو حنكشه على الخط. لعيبه يعني ملايين بتدفع في الارض، ما فيش حاجه يعني، ما فيش حاجه خالص. يمكن مروان عطيه نزل عارف صراحه عدلي يعني. انا عايز تفسير واضح لظهور كوكا اساسي ومروان عطيه دكه، ما فيش طبعا تفسير غير ان الراجل ده بدماغه ما فيها حاجه يعني. ما اعرفش امتى هيمشي. لكن الاهلي المباراه سهله بالمناسبه. الترجي مش فريق قوي، الترجي سيء جدا يعني، اسوأ نسخه شفتها للترجي في حياتي يعني. الترجي لما خسر 3 ما كانش بالسوء ده. اعتقد الاهلي يقدر يكسب هنا 7-8 مرتاح يعني. لو الاهلي معاه فرقه محترمه ولاعيبه عندها شخصيه ولاعيبه رجال، الاهلي يقدر يكسب هنا. في الناس صديقكم ما تنساش تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناه وتابعنا عشان في فيديوهات جايه ان شاء الله كويسه جدا. وسلام.